السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا السيد، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة، اللهم آمين. أخويا السيد، فيما يخص السؤال بتاعك، تقديم العجينة البروتينية اللي بالخميرة، بتقول التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي، خلاص احنا داخلين على شهر يعتبر يناير، شهر واحد السنة الجديدة إن شاء الله. بتقول هل إن هو يخلي الملكة تضع بيض بكميات كبيرة، وبالتالي لما يجي موسم الربيع الملكة تقل في وضع البيض؟ أخويا السيد، أول شيء الله يبارك في عمرك، لو أنت قدمت عجينة بروتينية دلوقتي تمام، فالعجينة البروتينية نقدر نقول هتكون بس فقط دعم أو سنادة للخليج، سواء للنحل صغير السن يتغذى عليها تمام، أو داخل الخلية لو في مثلا بعض الحضنة بسيطة تمام، بيكون كل ده غذاء للخليج. ولكن الله يبارك في عمرك إنك أنت تنتظر إن دلوقتي يكون عندك مثلا نشاط من أول البرواز لآخره زي الربيع، طبعا الأمر ده صعب. حتى لو أنت ما قدمتش عجينة بروتينية بالخميرة، لو قدمت عجينة بروتينية بحبوب اللقاح نفسه تمام، لان الله يبارك في عمرك ايام النشاط اللي بتكون في الربيع مثلا، او مثلا في موسم الذره على سبيل المثال، بيبقى في اجواء معتدله نقدر نقول. بتتكلم برضو ان النحل عنده القدره للسروح. النحل تاني شيء لما بيجيب حبوب اللقاح اللي بيجيبها من المرعى، بالاخص حبوب اللقاح المتنوعه اللي هي دايما بتكون في الربيع، تلاقي مثلا داخل كذا لون من حبوب اللقاح، تختلف غير نوع واحد من حبوب اللقاح واحد فقط. دي نقطه تانية، الله يجزيك الخير، وهو سبحان الله النحل بيستشعر ان المرعى بره في خير، سواء حبوب لقاح او رحيق، وبالتالي بيبتدي الملكه تنشط بكل قوتها، وبالتالي تلاقي سبحان الله تقوم وضع بيض ينتج عنه ذكور كذلك، عشان الذكور ده يكون له وظيفه في موضوع التطريد تمام. فهي تقدر تقول من سلوكيات النحل سبحان الله بيكون عارف بالتوقيت اللي ينشط فيه امتى تمام، والخلايا تطرد امتى فيه، ونقدر نقول موسم التكاثر بمعنى اصح تمام. فان دلوقتي انت بص، لو قدمت بقى، مش هقول لك بقى عجينه بروتينيه بالخميره، لو جبت افضل عجينه بروتينيه في العالم تمام، وقدمتها للخليه، صحيح هيكون في حضنه، ولكن عمر الحضنه ما تكون زي المرعى الطبيعي تمام، اللي هو يكون مثلا بنسبه 80 90% حبوب لقاح موسم غزير زي البرسيم مثلا، زي آه ما اعرفش هل تفهم الحاجات دي ولا لا. في المملكه العربيه السعوديه مثلا عرفاج الارمال دي مراعي، بص عاوز اقول لك ان اللي بينطلق فيها انطلاقه لا تتخيلها تمام. طب دلوقتي خلينا نقول ان الملكه عندك نشيطه شويه تمام، هيكون نشيطه ازاي؟ خلينا نتكلم لو عندك خليه، لو عندك خليه 7 براويز تمام، ممكن تلاقي في الخليه ال7 براويز دي 2 3 حضن، وايه وحضن ايه في منتصف الاطار بس تمام. عكس الربيع بيكون من اول الاطار لحد اخر الاطار ما شاء الله كلها حضنه، والنحل بيبني زوايد كمان تمام. طيب دلوقتي الحضنه اللي الملكه بتشتغل فيها او البيض اللي الملكه بتضعه، هل يأثر على شغلها في انطلاق الربيعيه؟ لا، ملوش علاقه خالص. طالما الملكه نقدر نقول صغيره السن، نقدر نقول ما تمش استنزافها، خلي بالك على مدار مثلا سنتين سنتين وشويه هتشتغل معاك وتديك احلى عطاء تدولك تمام. فده رأيي الشخصي، الله يبارك في عمرك، ولو في رأي آخر أكيد الإخوان هيفيدوك يعني. مشكور يا أخويا السيد. أخويا السيد الله يبارك في عمرك، بس أنا عاوز أوضح لك حاجة، حطها قاعدة في دماغك طول ما أنت شغال في مهنة النحل تمام. بالنسبة للعجائن سواء سكرية أو العجينة البروتينية تمام، علشان أنت كراجل نحال تستخدم عجينة بروتينية ليها هدف، عجينة سكرية ليها هدف تمام. طيب بالنسبة للعجينة السكرية اللي هي الكاندي، دي الهدف بتاعها تستخدمها في التوقيت اللي يكون فيه أجواء باردة، 15 درجة 10 درجات تمام، وفي نفس الوقت المخزون داخل الخلية من العسل ضعيف، هنا تتدخل بالكاندي تمام، اللي هو العجينة السكرية. طب جه الانطلاقة الربيعية، خلاص عجينة السكرية ملهاش لازمة، بتشتغل بإيه بقى؟ بالمحلول السكري، محلول السائل. طب يجي مثلا الصيف الخريف، كل ده محلول سكري، اصبح العجينه البروتينيه فقط فتره الشتاء مع الاجواء البارده. دي بالنسبه للعجينه السكريه. طب لو جينا العجينه البروتينيه وظيفتها ايه، او احنا كنحالين بنستخدمها امتى؟ وقت الشح، او في حاله وجود مرعى نقدر نقول في معدل 20% 25% مرعى حبوب لقاح ضعيف، هنا بتدخل بحبوب بعجائن تمام، او بدائل حبوب اللقاح تمام، اللي هي العجينه البروتينيه كدعم، دعم مع المرعى اللي جاي من الخارج، مع حبوب اللقاح اللي جاي من الخارج، واخد بالك. انما دلوقتي يكون عندي مثلا موسم نشاط زي مثلا البرسيم عندنا في مصر او الحمضيات، وكميه حبوب لقاح داخل الخليه،
اقدم عجينه بروتينيه، يبقى انا كده بخسر. كده انا بخسر ليه؟ لان النحل مش محتاجها. تمام. طب اوقات شح مثلا، نقدر نقول مثلا ما بين البرسيم وما بين الذره، لقيت ان مثلا النحل المرعى نقدر نقول الغيط فاضي شويه. تمام. وانت ما نقلتش نحلك ومنحلك ثابت، بتقدم مثلا عجينه بروتينيه مثلا مده شهر فقط، لحد ما بتلاقي المرعى جه وابتدى المرعى يجي غزير بتتوقف. تمام. يعني اللي انا اقصده، سواء عجينه سكريه او عجينه بروتينيه، ليها هدف انك انت تقدمها في اوقات معينه. تمام. عجينه سكريه قلنا اجواء بارده، النحل ما يستطيعش ان هو يسحب محلول سكري، وبالتالي يموت في الغذاء ويحدث مشاكل وممكن زحف. عجينه بروتينيه، تمام، احتياج النحل في اوقات الشح، تمام، او ان المرعى مش مكفي احتياج الخليه. واصل لك؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم إخواني، أسعد الله مساءكم بكل خير إن شاء الله. حياك الله أخوي محمد، وحيا الله جميع الإخوان، والله يسهل أموركم إن شاء الله. الأخ السائل بيسأل طريقة بالتفصيل إلى مقاومة الفاروة ونيوزيما. طبعا هو يا ريت عاطلنا كم يعني شوية معطيات عن كثافة الخلايا الموجودة عنده، عن درجة الحرارة الموجود عنده في منطقته. ولكن طبعا علاج الفاروة أو مكافحة الفاروة عفوا، هناك الأحماض الطبيعية إذا كانت متوفرة عنده، مثل الفورميك أسيد، مثل الأوكزاليك، مثل الثيمول. يعني هاي الأحماض الطبيعية اللي يفضل ان الواحد يكافح فيها الفاروة. وطبعا يعني دول الاحماض بيشتغلوا او بيعطوا افضل نتيجة على حسب درجة الحرارة اللي هو موجود فيها. بالنسبة الى النيوزيما، طبعا كلنا عارفين ان نيوزيما لا يوجد له دواء فعال لحد الآن. فلذلك دائما الأساتذة جزاهم الله خير بيقولوا الوقاية خير من العلاج. يعني كيف الوقاية؟ مثلا الليمون في المحلول السكري، خل التفاح، هذه كلها مواد ترفع من مناعة النحل. توفير ماء نظيف إلى النحل. فيعني الإنسان يكون ياخذ احتياطاته قبل لا يصيبه أي مشكلة في النحل. حياكم الله. بالنسبة إلى الشق الثاني عن نسبة المحلول السكري، كم سكر إلى كم ماء، طبعا هذا كمان يعتمد على درجات الحرارة اللي هو متواجد فيها. إذا كانت الحرارة أو المنطقة اللي هو متواجد فيها منطقة مائلة إلى البرودة، فيفضل أن يعطي محلول سكري بتركيز 1 سكر إلى 1 ماء. يغلي الماء قبل لا يضيف السكر، هذا أمر يعني هو مخير فيه. في البداية أنا كنت أغلي الماء وبعدين أعمل المحلول السكر، ولكن لا يغلي السكر ولا مع الماء. يغلي الماء لحاله، يخليه شوية يعني تقل درجة حرارته، بحيث اني انا لما اوضع صبعي ما اتأذى من حرارة الماء. بعدها يضيف السكر. ما حب انه يضيف مثلا يغلي الماء، هو مخير في هذه الحالة، لا اشكال ان شاء الله. الشغلة الثانية انه بامكان انه يضيف ليمون، يضيف خل التفاح. يعني هي هذه افضل المواد اللي لو زادت لا سمح الله ما راح تسبب مشاكل. ولكن بالنسبة إلى خل التفاح، يعني 3 سي سي أو 3 مل ملي إلى كل لتر محلول سكري بإمكان يضيفه. بعض الأحيان بيقدر إنه يوصل إلى 5 سي سي أو 5 ملي، بالإضافة إلى 1 ليمونة إلى كل محلول سكري. وإن شاء الله الأمور تمشي على خير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا أكبر، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. مشكور، الله يجزيك الخير على الرد. طبعا أخونا دوت الله يجزيك الخير من مصر،
طبعا مبتدئ، حتى تواصل معايا على الواتس في بعض الاستفسارات، ولكن الله يبارك في عمرك. فيما يخص موضوع الفروة، عاوز اقول لك ان في اخ من سوريا تواصل معايا. والله يا اخي صراحة انا كنت واقف يعني محتار قدامه بعد ما سمعت المعطيات منه. اول شيء الله يبارك في عمرك، من شهر 9 اللي هو سبتمبر وهو بيعاني من الفروة. اخونا اللي من سوريا تمام بيعاني من الفروة من شهر 9 سبتمبر، كمية استفحال كبير جدا من الفروة، وطبعا مش متوفر للأسف عنده الفورميك أسيد، وكان شغال بيكافح الفروة عن طريق السمول. قال لي إن البراويز بتاعته أو الخلايا بتاعته كانت ما شاء الله ربما يكون 9 أو 10 إطارات للخلية، كل خلية 9-10 براويز. وقال لي إن هي للأسف الشديد ابتدى كمية زحف من النحل دوت، على الرغم ان في تساقط كميات كبيره من الفروه، يعني في تساقط كميات كبيره من الفروه عنده تمام، ولكن قال لي ابتدى يعاني من موضوع زحف. والزحف اللي بيعاني منه دوت في منه بعض النحل سواء عنده تآكل في الأجنحة وتشوه، وفي بعض النحل تاني لقى ان هو برضه عنده مشاكل بالضغط عليه، ان هو بيطلع براز اصفر تمام، وفي نحل نقدر نقول ميت طبيعي. فكان محتار للامر ده، يعني قلت له ربما يكون في شبهه تسمم عندك في المرعى، ده رقم واحد. رقم 2 ان هو يكون لا قدر الله ده كله من الاثار السلبيه من عدم مكافحه الفروه تمام. ارسل لي بعض الصور انا هرسلها لك دلوقتي، بيقول ان كميه فروه لا احد يتخيلها بجد يعني. وقال لي ان سبب الكوارث ديت ان المنطقه اللي هو متواجد فيها الاخ دوت كل واحد للاسف شغال بدماغه، يعني هو بيكافح اللي جنبه وما بيكافحش، اللي جنبه ما بيكافحش، يجي يقول لهم كافحهم. طبعا انت فاهم كمجتمع عربي، نسال الله يا رب يعني يكرمنا كده ونتقدم شويه. كل واحد طبعا ما شاء الله عامل فيها نفسه خبير نحل، ويقول لك النحل نظيف تمام، وهو لو عمل اختبار لنحل عنده او اقل اختبار عمله هيطلع كميات من الفروه لا احد يتخيلها تمام. طبعا الخلايا الله يبارك في عمرك اللي كانت 8 و9 براويز دي و10 براويز وصلت حاليا عنده بروازين 2 تمام. درجات الحراره للعلم عند الاخ اللي هو بتاع سوريا ده ربما تقارب اجواء منخفضه جدا، ربما تقارب مثلا بالنهار اجواء النهار تمام ربما تقارب من ال 14 13 درجه. طيب دوت لو انت مثلا قلت له حط اي ماده ترفع مناعه النحل على التغذيه السكريه، هو صعب يحط تغذيه سكريه في الاجواء البارده دي، صح ولا انا غلطان؟ انا هرسل لك بس صور الفروه اشوفها اول شيء. حياك الله اخويا اكبر الله يبارك في عمرك. ارسلت لنا كانت صور الشرايح الله يبارك فيك، اللي هو طبعا حاطط في الشرايح ديت السمول. شوف كميه الفروه الله يبارك في عمرك اللي على الشرائح تمام. ده انا عاوز اقول لك ان هو يعني من كلامه ومن الصور اللي ارسلها كميه استفحال من الفروه لا احد يتخيلها. ثم الله يجزيك الخير يعني من العلم ومن شغلنا ومن تجاربنا تمام، ان موضوع السمول دوت عنده القدره فقط ان هو يوقع او يسقط الفروه اللي على الحلقات البطنيه تمام، او اللي على ظهر النحل او اللي على جسم الشغاله، فما بالك اصلا بالفروه اللي داخل العين الثلاثيه تمام. يعني دلوقتي الله يبارك في عمرك الفروه اللي تم اسقاطها زي ما انت شايف في الصوره دي، ده كله نازل من على ظهر النحل او من على جسم الشغالات. تخيل بقى الشغاله ديت طبعا بعد الفروه ما وقعت من عليها اكيد ترك اثر سلبي على الشغاله دي تمام. ترك مشاكل عنديها سواء في العمر بتاعها، سواء في سروحها، سواء في نشاطها، سواء نقل الامراض نفسه. والدليل على كده بقول لك نزلت خلايا الاخ دوت من 10 براويز لبروازين 2 تمام. تاني شيء الله يبارك فيك الحضنه المغلقه اللي هيخرج منها شغالات جديده، طب ما هي فيها فروه، وللاسف السمول ما عندوش القدره ان هو يقتل الفروه اللي داخل العيون الثلاثيه تمام. اصبح الشغاله هتخرج صغيره في السن حامله فروه تمام، يعني الاجيال الجديده كمان هتكون ضعيفه، ولو كافح بالسمول هيسقط الفروه من على الاجيال الجديده، اصبح مازال المشكله مستمره عنده تمام. وانك انت مثلا تقول له ارفع مناعه النحل،
هيرفع مناعة النحل ازاي؟ ما هنا السؤال، درجات حرارة منخفضة عند الأخ 13 درجة 14 درجة، يعني تغذية سكرية سائلة صعب. لو قلنا مثلا يقدم تغذية سائلة وحط مثلا معاها أي مواد ترفع مناعة النحل وتكون مفيدة للشغالات أو للأجيال الجديدة اللي هتطلع، فهو صعب يحطها بكل المقاييس. ولو قلنا له مثلا رش مثلا خل التفاح مثلا مع توم مثلا، او خل التفاح مثلا مع تغذية سكرية رشها على النحل في الأجواء الباردة اللي هي 13 14 درجة، هيموت النحل. تمام. فأنا صراحة والله يا أخويا أكبر لما أخ بتاع سوريا دوت تواصل معاه قال لي الكلام ده، أنا بقيت واقف بما يرضي الله محتار أقول له إيه. قلت له يا أخي اللي أنا أقدر أقول لك عليه تمام إنك أنت تحاول تشوف فورميك أسيد، بحيث إنك أنت زي ما بيقولوا كده تدي مكافحتين ثلاثة، مكافحة السريعة تقدر تخلص أكبر كمية فروة. تمام. وتاني شيء نهار ما هتجيب فورميك أسيد لازم على الأقل يكون درجات الحرارة عندك مثلا 19 20. وهو برضه خلي بالك يا أخويا أكبر، أتوقع لو هو كافح بالفورميك أسيد عند درجة حرارة 13 14 دي مشكلة برضه هتسبب له مشاكل. صح ولا أنا غلطان؟ تمام. فده مأزق بكل المقاييس، بجد مأزق. وده يعني بجد بما يرضي الله اي اخ بيستمع لينا دي تعلمه ان ما يسيبش الفروه عنده تستفحل للدرجه ديت، لان حتى بعد ما تكافحها وتسقط الفروه من على النحل فاصبح ان النحل عندك اتدمر. تمام. لان بجد يعني موقف صعب لما يقول لك انا كان عندي خليه 10 براويز، مش خليه واحده طبعا، الخليه اللي عنده كثافتها 10 براويز ووصلت منها الكثافه لبروازين دلوقتي، وعاوز ينقذ الموقف يعني باقل الخسائر. تمام. غير ان كميه نحل عنده في المنحل زاحف، فالامر صعب بجد يعني. فنسال الله التيسير يا رب ويستر علينا ويحفظ نحل الجميع يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخويا، نسال الله تكون في خير وفي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. اخويا الله يجزيك الخير، سالت هنا وقلت بالنسبه للاجباح البلديه او الاعواد التقليديه، قلت طبعا انك انت عاوز تعمل عمليه ضغط زي ما احنا بنضغط الاطارات الشمعيه اللي هي في الخلايا الانجستروس الاطارات، انت كذلك عاوز تضغط النحل داخل الاجباح البلديه. فبالتالي اخر بنيه النحل عندك ما بيغطاهاش. طبعا في الاجباح سواء اخر بنيه عسل او بنيه فارغه، بتقول لما بتيجي تقصها اخر بنيه بتلاقي البنيه اللي وراها مباشره بتكون حضنه مغلقه كامله ومغطيها النحل. فبتسال دلوقتي بتقول هل اترك اخر بنيه من البنى اللي هو النحل مش مغطيها للنحل ولا قصها؟ الله يبارك في عمرك، بالنسبه لاخر بنيه سواء عسل او بناء شمع فقط اتركها زي ما هي ما تقصهاش. ليه؟ لان ديت ساتر للنحل. النحل دايما بيبني اول بنيه في الجبح واخر بنيه عسل. تمام. وده بيكون ساتر للي في الداخل من الحضنه سواء حضنه مفتوحه او مغلقه. تمام. وبالتالي يا اخويا الله يبارك في عمرك، النحل لما بيجي عند اخر بنيه او اول بنيه عاوز يضع فيها حضنه، تمام، قبل ما الملكه بتضع فيها البيض وبالتالي يكون البيض ده حضنه، النحل بيقوم ببناء بنيه اخرى تمام عشان تكون ساتر. دي معروفه في الاجباح البلديه. تمام. فانت بالتالي طالما شايف النحل مغطي البنيه اللي بعد اول بنيه واخر بنيه اترك كل حاجه زي ما هي. تمام. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الإخوة الأفاضل السادة الأساتذة الأجلاء، حياكم الله. أخي محمد حياك الله، جهودك مشكورة في نقل هذه الأسئلة من على الفيسبوك إلى جروب التوعية والاهتمام بالنحل رقم 3. هنا عدة أسئلة من الفيسبوك. السؤال الأول يقول ما رأيكم قمت أو قسمت 4 خلايا، قام بتقسيمهم، يعني يقول قمت بتقسيم 4 خلايا. ما رأيكم قسمت 2 حضنة و2 عسل و2 شمع ممطوط وفي كثافة نحل، ما شاء الله تبارك الرحمن، هل تنجح؟ تنجح إن شاء الله إذا كان عندك غطاء نباتي جيد، يعني إذا كان عندك أزهار بها غبار طلع ورحيق بسيط يكفي للإعاشة والأجواء عندك يعني جيدة، ما تنجح. يعني مازال أمامنا تقريبا 2 شهرين إلى أن ندخل في الشتاء، فبالتالي هناك وقت كافي، خاصة إذا كان عندك ملكة ملقحة جاهزة أو عذراء على وشك التلقيح، ما في أي مشكلة، ما عندك أي إشكالية، إن شاء الله تنجح وبالتوفيق إن شاء الله تعالى.
ننتقل إلى السؤال الثاني. الأخ يقول: عندي 4 خلايا نحل ولا تتوفر فيهم الغذائيات، بل أكتفي بإعطاء محلول سكري في وعاء خارج الخلايا. الوعاء، والعام أن النحل ولاحظت أن النحل لا زال يحمل حبوب اللقاح، أفيدونا. شيء جيد أن النحل يجلب غبار الطلع، ممتاز جدا، بس موضوع التغذية الداخلية أيضا هو مهم. لكن عموما 4 خلايا، إذا كان 4 خلايا في منطقة ومنفردين ومنعزلة، ما عندك مناحل أخرى، ما في مشكلة. يعني كون 4 خلايا عدد بسيط، يعني منحل منزلي، ما عندك أي إشكالية أبدا يعني. لكن طالما أنهم 4 خلايا لن يأخذ منك مجهود في موضوع التغذية، فما هو المانع أنك أنت تضع غذائيات داخلية وتعطي لكل خلية حصتها دون أن يختلط نحل ال4 خلايا. ربما أن يكون في خلية مريضة، في خلية فيها فروة، فبالتالي تزداد بؤرة المرض وعدوى الفروة، أو تنتقل الفروة إلى باقي الخلايا. فلذلك أنصحك بالتغذية الداخلية. حياك الله وبالتوفيق إن شاء الله. ننتقل إلى سؤال آخر. سؤال أخونا يقول: ما هي أفضل طريقة لعلاج والوقاية من النزيمة، وما هو أفضل العلاج ومدة العلاج؟ تحية طيبة لكم، أخوكم من العراق. حياك الله أخي الكريم، وحيا الله أهلنا في العراق الحبيب. بداية أخي الكريم، النزيمة يعني انتشارها قليل في العراق نظرا لأجواء العراق، يعني حارة وجافة نوعا ما، فلذلك يعني إذا كانت هناك نزيمة تكون نسبة بسيطة جدا في انتشارها يعني. النزيمة عامة لا يصلح معها علاج وقائي، يصلح معها أخذ التدابير كاملة من حيث المسكن والتغذية وماء الشرب. كلما كان المسكن جيد، ما فيه رطوبة، اللي هو الخلية ما فيها رطوبة، نحلك يشرب من مياه نظيفة، تغذيته نظيفة، المياه المحيطة بالمنحل، الممرات المائية المحيطة بالمنحل تكون ميتها أيضا نظيفة، ما فيها متبقيات لا صرف صحي ولا مجاري ولا نفايات كيماويات ولا من هذه الأمور. فإذا كانت البيئة عندك نظيفة، بالتالي ما في عندك أي إشكالية أبدا أنك أنت تحتاج أنك أنت تعالج نحلك من النزيم. فيما لو صار ما صار، تستخدم رفع مناعة النحل بإضافة عصير الليمون الطازج، يعني فرم الليمونة كاملة بقشرها بلبها ببذرها، وتضاف على المحلول السكري بنسبة مثلا 3 حبات 4 حبات ليمون لكل 1 لتر محلول سكري، وتعطي النحل 3 دفعات. بأمر الله تنتهي عملية النزيمة ويقوى النحل طبعا، مع أخذ كامل الاعتبار أن الخلية تكون جيدة، ما فيها فتحات، ما فيها شقوق، ما فيها تيارات هوائية، ما فيها رطوبة. ولو عقمت الخلية أيضا سواء باللهب أو وضعها بأشعة الشمس في الوقت الأجواء الحارة فلا بأس أبدا، ما في أي مشكلة بهذا الأمر. فبالتالي النزيمة يصلح معها الوقاية، تدابير الوقاية، فالوقاية خير من العلاج. حياك الله أخي الكريم. سؤال آخر، أخونا يقول: ماتت الملكة، ما هو الحل؟ واضح أنها ماتت معك أثناء الكشف، ما عندك أي مشكلة أبدا. إذا كانت الخلية بها كثافة نحلية جيدة، يعني ما عندك صعوبة في تحصيل ملكة أخرى من مصدر ثقة، ممكن نفس الخلية تقوم بتربية بيوت ملكية. فاختر لك بيت أو بيتين اتركهم، تخرج منهم ملكة عذراء تتلقح ثم تقوم بإدارة الخلية، ما في مشكلة. وإذا كان عندك ملكة متوفرة، ادخل هذا أو بيت ملكة على وشك الفقس، ادخلوا لهذه الخلية في فترة التيتيم، يعني بعد ما ماتت الملكة بعد 24 ساعة، ولا تتركها هكذا يعني. حياك الله وبارك الله بك. ننتقل إلى سؤال آخر. أخونا يقول: أرجو الإجابة من أهل الخبرة. يقول: أنا نحال مبتدئ من الأردن. حياك الله. عندي خلية من 4 أقراص، ومن 4 شهور لم تتقدم لحد الآن، وهي نفس الشيء. هل هذا طبيعي؟ لا طبعا ليس طبيعي. خلية من 4 أقراص، نحن الآن في شهر 10، يعني عندك الخلية كانت قضت عندك شهر 9 كامل و8 و7 و6. طيب عندك خلية من شهر 6 ولم تتقدم لحد الآن، هذا يعود إلى منطقتك. عندك احتمال المنطقة ما يكونش فيها نباتات ولا فيها أي شيء. الغطاء النباتي هو شيء مهم، متابعتك للخلية شيء مهم. إذا أمكن تصويرها أو تحدثنا عن الموقع، عندك أي منطقة أنت في الأردن؟ يعني ما بعرف وين أنت قاعد في الأردن حتى أقدر أحكم على منطقتك، يعني إربد، السلط، الشمال، الأغوار، الشونة الشمالية، الجنوبية،
ما بعرف وين أنت إيه حاطط نحلك يعني. حياك الله وبارك الله بك. حياك الله أخي محمد، وحيا الله بالجميع. لا تستغرب أخي محمد مما نسمعه في الشرق أو في الغرب أو في الوسط. هناك ناس كثير تهزي بكلام ليس له علاقة بالعلم، كما تفضل الدكتور خالد. ولم ينزل وما أنزل الله به من سلطان. يعني تتذكر أن هناك البعض أيضا ادعى تركيب قطعة من النحاس على بوابة السروح يخفف من إصابة الفروة بحجة المجال المغناطيسي. ما المجال المغناطيسي؟ يعني هل هذا يتوافق مع العلم؟ هل هذا شيء يقتنع به؟ يصدقه العقل؟ لا يصدقه العقل. يعني مجرد مرور النحلة على قطعة نحاس تسقط الفروة من عليها. طيب ما هناك علاقة ثانية أخرى أيضا بالنسبة للمجال المغناطيسي والشحنات المغناطيسية بين النحلة وبين الزهرة. الزهرة تشكل السالب والنحلة تشكل الموجب، وهنا يحدث هذا الأمر. ليش ما تتساقط الفروة على الأزهار وتنتهي الأمور؟ خلاص النحلة التي تقوم بزيارة الأزهار تلقي ما عليها من الفروة وتعود نظيفة وانتهى الأمر. فهناك الكثير من الإخوة مع الأسف الشديد يتحدثون بكلام لا يتناسب مع العلم ولا العقل ولا المنطق، ولا يصدقه عقل أصلا. وإن صدقه كما قلت لك، حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. فمن يصدق هذا الكلام فلا عقل له نهائي، أو عقله في أجازة. الله يعطيك العافية. حياك الله أخي محمد المصري، وحيا الله بالجميع. أعتقد إلى هنا انتهت الأسئلة. إذا كان هناك من سؤال لم أنتبه له في تم نشره، فأرجو لفت الانتباه أو إرساله مرة ثانية حتى نتمكن من الرد عليه. حياكم الله أخواني الأفاضل. نتمنى أن احنا نكون يعني وفقنا في الرد، فإن كان هناك من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت أو نسيت فمن نفسي أو الشيطان. حياكم الله جميعا. نتمنى لكم دوما التوفيق والسداد. نتمنى لكل إخواننا مربي النحل في ربوع وطننا العربي الحبيب النحل القوي والإنتاج الوفير. تحياتي لكم جميعا وشكرا. أخوكم أبو أنس النجار.